هو ليه ساعات بنشوف ناس شاطره جدا في شغلها عباقره بس فجاه تلاقيهم اختفوا، او مديرين جامدين جدا وبتكه واحده بيخسروا كل حاجه؟ ايه اللي بيخلي اذكى واحد في الدفعه بيشتغل موظف عادي تحت ايد واحد كان بيجيب مقبول بالعافيه؟ خلي بالك، الحكايه مش حظ ولا واسطه، الحكايه ليها علاقه بسلاح خطير جدا انت ممكن تكون بتستخدمه ضد نفسك كل يوم وانت مش واخد بالك. في ديسمبر 2021 في عز جنون الكورونا والشغل بقى من البيت، صحي 900 موظف في شركه الرهن العقاري الامريكيه بيتر.com على زوم ميتنج مفاجئ مع السي او بتاعهم، راجل اسمه فيتشل جارد. تخيل معايا المشهد، 900 بني ادم فاتحين الكاميرات مستنيين يسمعوا اخبار جديده، تشجيع، اي حاجه. الراجل ظهر على الشاشه وبكل برود وبدون اي مقدمات قال لهم: لو انت معانا في الميتنج ده فانت من المجموعه سيئه الحظ اللي هيتم تسريحها، وظيفتك هنا للاسف انتهت. الصدمه مش هنا بس، المكالمه كلها على بعضها مدتها كانت اقل من 3 دقائق. 900 اسره اتقطع عيشهم في 180 ثانيه، والراجل بكل برود بعدها كتب بوست على النت بيتهم الناس دي انهم سرقوه عشان كانوا بيشتغلوا ساعتين بس في اليوم. الكارثه دي ما كانتش مجرد قرار تسريح موظفين، دي كانت فضيحه عالميه. ليه؟ علشان كشفت عن غياب كامل ومدمر لحاجه بسيطه جدا، حاجه انا وانت بنتعامل بيها كل يوم: Emotional Intelligence، الذكاء العاطفي. هو قدرتك على انك تفهم مشاعرك وتسيطر عليها، وفي نفس الوقت تفهم مشاعر الناس اللي حواليك وتعرف تتعامل معاها صح. الموضوع ده عامل زي ما يكون عندك ريموت كنترول لمشاعرك ومشاعر اللي قدامك. عارف لما تبقى متعصب وهتنفجر بس تاخد نفس عميق وتهدى وتعرف ترد بهدوء؟ هو ده الذكاء العاطفي. عارف لما صاحبك يكون متضايق من غير ما يتكلم وانت تحس بيه وتعرف ازاي تطبطب عليه؟ برضه ده ذكاء عاطفي. الذكاء العاطفي مش انك تبقى حساس بزياده وتعمل لي فيها سوما العاشق، لا، ده معناه انك بتستخدم عواطفك كداتا او بيانات بتفهمها وتحللها علشان تعرف تاخد قرارات اذكى. القصه بتاعت فيتشل جارج دي بتوري لك ايه اللي يحصل لما اذكى مدير في العالم ما عندوش جرام واحد من المهاره دي. هو شاف ارقام وخسائر بس ما شافش 900 انسان ورا الشاشه. ايه علاقه الذكاء بالعاطفه؟ الموضوع بدا ينتشر تحديدا سنه 1995 لما صحفي علمي اسمه دانيال جولمان كتب كتاب كسر الدنيا اسمه الذكاء العاطفي ليه ممكن يكون اهم من الذكاء العقلي. جولمان قال ان نجاحنا في الحياه مش معتمد بس على شهاداتنا او ذكائنا الدراسي، لا، ده 85% من نجاحنا معتمد على قدرتنا نفهم ونتعامل مع المشاعر. طب هتقولي ما انا ما عنديش ذكاء عاطفي وبنتعامل عادي يعني. ركز معايا يا بومبو عشان هنا بتبدا المصيبه. نقص الذكاء العاطفي ده مش مجرد عيب في شخصيتك، ده سرطان بياكل حياتك بالبطيء. بيبدا بانك بتخسر زمايلك في الشغل عشان ما بتعرفش تتكلم معاهم بذوق وهم متضايقين. بتلاقي نفسك بتخسر فرصه في الترقيه لان محدش عايز يشتغل تحت ايد مدير مكنه ما بيحسش باللي حواليه. الموضوع بيكبر، بتلاقي علاقتك باصحابك واهلك بتبوظ. كم مره قلت كلام دبش في وقت غلط بوظت قعده حلوه؟ كم مره شريكتك كانت محتاجه بس انك تسمعها وانت رديت بحل منطقي بارد خرب الدنيا؟ الموضوع بيتصاعد لحد ما يوصل لنفسك بتبقى عامل زي اللي بيملى جردل مخروم. طاقتك بتتسرب في ردود افعال غبيه، في زعل ملوش لازمه، في قرارات بتاخدها في لحظه غضب بتندم عليها عمرك كله، بتبقى سجين في انفعالاتك. دانيال جولمان نفسه عنده جمله بتلخص الليله دي كلها، بيقول لك: لو ما عندكش قدره تتحكم في انفعالاتك المزعجه فانت مش بتفكر بوضوح. يعني كل ذكائك العقلي ده بيترمي في الزباله في لحظه عصبيه. وهنا ناخد بالنا ان الذكاء العاطفي حاجه والتحكم في العصبيه حاجه تانية. تخيل مدير عبقري بس عشان موظف عمل غلطه بسيطه زعق له قدام القسم كله، الموظف ده عمره ما هيطلع احسن ما عنده تاني، والمدير ده خسر ولاء واحترام فريق كله في دقيقه واحده. ايه فايده بقى ذكائه كده؟ ولا حاجه، شويه وهيقعد لوحده في الشركه. ولما الموضوع ده اتدرس اكتر، باحث تاني مشهور اسمه ترافيس برادبري مؤلف كتاب الذكاء العاطفي 2 لقى ان 90% من انجح الناس في العالم عندهم ذكاء عاطفي عالي جدا. 90% يعني لو انت مش منهم انت بتلعب ضد كل احتمالات النجاح. يعني مثلا في ناس زي ساتيا ناديلا رئيسة مايكروسوفت دلوقتي، او اوبرا وينفري، او حتى هوارد شوالتز مؤسس ستاربكس. الناس دي عرفت ان السر مش في انها تبقى اذكى عقليا من غيرها، لكن في انها تتعامل مع الناس بمشاعر وتعاطف وتكسب ثقتهم، وده اللي خلاهم يحققوا نجاحات ضخمه. وعلى الناحيه الثانيه في ناس زي ستيف بالمر رئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت، او كارلي فيورينا اللي كانت ماسكه اتش بي، كانوا اذكياء جدا ومليانين خبره، لكن لان اسلوبهم كان جاف وما خدوش بالهم من مشاعر الناس حواليهم شركاتهم وقعت في ازمات وخسرت كتير. يعني ببساطه الذكاء العاطفي ممكن يبني امبراطوريات وغيابه ممكن يهدم شركات كامله. انت لسه شفت حاجه، اللي فات ده كوم واللي جاي حاجه تانية خالص. الكارثه الحقيقيه ان غياب الذكاء العاطفي بيخلي
بتخليك اعمى عن الفرص، اعمى عن المشاكل اللي بتكبر تحت ايدك، اعمى عن حقيقه نفسك. بتبقى اخر واحد يعرف ان المركب بتغرق عشان انت قافل على نفسك في كابينه القبطان ومش سامع صريخ اللي حواليك. وقتك، فلوسك، علاقاتك، صحتك النفسيه، كل دول بيتحرقوا وقود لانفعالاتك اللي انت مش عارف تسيطر عليها. طب نعمل ايه؟ هقول لك يا بومبو الحل بسيط بس محتاج تركيز في خطوتين اتنين. لو عملتهم عاده يوميه حياتك هتتشقلب. الاولى قاعده ال60 ثانيه، مره واحده في اليوم اقف مع نفسك دقيقه واحده بس واسالها انا حاسس بايه دلوقتي؟ مش مجرد متضايق او مبسوط، لا، سمي الشعور باسمه الحقيقي. هل انا محبط، قلقان، غيران، متحمس؟ مجرد تسميه الشعور بتنزع فتيل الانفجار بتاعه وبتحولك من واحد الشعور سيئه لواحد شايف الشعور وبيقدر يحلله. التانية وقفة ما قبل الرد. قبل ما ترد على اي ايميل مستفز، قبل ما تدخل خناقة، قبل ما تاخد اي قرار وانت متعصب، خد نفس واحد. مش بقول لك عد من 1 ل10، لا، خد نفس واحد بس عميق. الوقفة دي بتدي فرصة للجزء العقلاني في مخك انه يلحق الجزء الانفعالي ويقول له استنى بس، الموضوع مش مستاهل كل ده. يعني مثلا مديرك بعت لك تعديلات غبية على شغلك اللي سهران عليه، بدل ما ترد في ساعتها وتقول ده تخريف، طبق الخطوتين دول. هتعمل وقفة ما قبل الرد، نفسك العميق، وبعدين قاعدة 60 ثانية. انا حاسس بايه؟ انا حاسس ان انا دلوقتي محبط وعندي غضب عشان شغلي ما تقدرش. تمام، دلوقتي رد وانت فاهم مشاعرك دي. ممكن تقول تمام يا فندم، بس ممكن افهم وجهة نظر حضرتك في النقطة دي عشان اقدر انفذها باحسن شكل. شفت الفرق من انفجار لخناقة لسؤال احترافي بيفتح باب للنقاش؟ على الفيسبوك شفت بوست لحد رأيه عكس رأيك 180 درجة، بدل ما تشتمه في كومنتات وتضيع طاقتك، خد نفس واسأل نفسك حاسس بايه؟ باستفزاز. خلاص عرفت الشعور، هل محتاج ارد ولا سكرول وعدي؟ مبروك، كده انت كسبت صحتك النفسيه. لو تلاحظ يا بومبو الحلين دول مبنيين على رد فعل، يعني مش مطلوب منك انك تبادر بشيء او انك تجيب كتاب الذكاء العاطفي وتقعد تذاكر فيه عشان تعمل تصرفات تقول انك عندك ذكاء عاطفي. لا، هي كل القصه انك تركز في ردود افعالك وتفكر فيها، وساعتها هتبقى فهمت اللعبه صح. الغريب ان الناس اللي ذكائها العقلي عالي قوي ساعات بيبقوا هم اكتر ناس بتقع في الفخ ده. بيفتكروا ان هم طالما رايهم صح بالورقه والقلم يبقى مش مهم ازاي يقولوه، وينسوا ان اللي قدامهم ده مش آلة حاسبة، ده بني ادم. بس خلي بالك بقى، ما تخليش ذكائك العاطفي ده يزيد قوي علشان ما يتقلبش ضدك. هتبقى حساس بكل اللي حواليك لدرجة انك لو دخلت عزا هتلاقي نفسك بتعيط اكتر من الاهل الميت نفسه.